بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإنساني الذي نحتفي فيه بقيمة عظيمة، قيمة الأمة، تلك الروح التي تعطي بلا مقابل. نلتقي اليوم لننصت إلى تقدير مستحق لعظيمات العطاء اللامحدود. نقف وقفة وفاء أمام قامات عظيمة صنعنا من الصبر جسرا، ومن الدعاء نورا، ومن الحب وطنا نعيش فيه. دعونا نقول لهن اليوم شكرا، شكرا لأمهات كان عطاؤهن أكبر من الكلمات وأبقى من الزمن. شكرا لعظيمات الإنسانية في أبهى صورها. الحضور الكريم، يأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ووزير التعليم العالي، وبدعم وبتنظيم من نقابة العاملين بجامعة الإسكندرية بقيادة الأستاذ عادل عبد الفتاح رئيس النقابة. تلك القامة الرائعة التي جمعت بين حكمة القيادة وصدق الانتماء في صورة مشرفة تعبر عن حرص النقابة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية وترسيخ ثقافة التقدير والعرفان لكل من يستحق. ولا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في خروج هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة، والذين بذلوا جهدا صادقا ليكون هذا اليوم على قدر مكانة الأمهات المثاليات. الأستاذة الرائعة الأستاذة نجلاء أنيس، حضور لا يهدأ وجهد لا يتوقف وطاقة تصنع الفارق، فاستحقت أن تكون دينامو النقابة وأمين الصندوق المساعد ومقرر اللجنة الاجتماعية، ومعها شركاء النجاح وفريق العمل من أعضاء النقابة الذين تحملوا المسؤولية. فكان التنظيم على قدر المكان وقيمة الرسالة. الأستاذ طارق بكري نائب رئيس النقابة، الأستاذ باسم طنطاوي أمين الصندوق، الأستاذة هالة سليمان الأمين العام، الأستاذ أيمن الحوفي الأمين المساعد. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نوجه خالص الشكر لنادي الأطباء لاحتضانه لهذه الفعالية وتقديمه نموذجا مشرفا للتعاون المؤسسي والمجتمعي في دعم المبادرات الإنسانية الهادفة. الحضور الكريم، قبل أن نبدأ وقبل أي احتفاء هناك لحظة لا تسبقها لحظة ولا يعلو فوقها صوت، مع السلام الجمهوري.